فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم أحلى وأجمل وأسهل بقسماط ممكن تعمليه في البيت. طبعا انتوا عارفين ان كل حاجة غليت دلوقتي، وخصوصا حاجة الفرن دي، فانا قلت اجيب لكم البقسماط بطريقة سهلة جدا وبسيطة. من كوبايتين دي هنعمل كمية كبيرة اوي من البقسماط، ومفيش اسهل ولا اوفر من كده. المكونات بتاعتنا عبارة عن كوبايتين دقيق، معلقة خميرة، معلقتين سكر، ورشة ملح. اول حاجة هجيب الطبق العجن وهضيف كوباية مية، وهضيف عليها الخميرة والسكر والملح، هدوبهم كويس بنفس الطريقة كده، وبعدين هضيف عليه ربع كوباية زيت، وهقلب كل الخليط كويس مع بعض. بعدين هضيف كوبايتين الدقيق. عملت لي كمية جميلة جدا وكبيرة من البقسماط. هبدأ ان انا اعجن العجين، وهنا بقى هيحتاج ان انا اعجنه بايديا طبعا عشان اقدر الم العجين كويس. لقيت ان العجينة طرية شوية، ضفت لها حوالي ربع كوباية دقيق، معلقتين كده كبار، علشان الم العجين معايا. والعجينة كانت طرية وجميلة وسهلة قوي. لميت العجين كده زي ما انتوا شايفين كله، ومخدش مني وقت. وهبدأ ان انا الم العجينة كده واوريها لكم. بصراحة كانت طرية وجميلة جدا، عجينة حلوة قوي. وهسيبها ان هي ترتاح حوالي 10 دقايق كده، ان انا اخليها تخمر في الصاج. هنا العجينة ارتاحت معانا، وهبدأ ان انا اشكلها. هدهن الرخامة كده بحوالي معلقة زيت علشان تبقى سهلة معايا في العجن، ما تلزقش مني العجين. وهنا جبت سمسم ابيض، وهضيف عليه معلقتين مية علشان خاطر يمسك في العجينة كويس وما يقعش من العجينة. قلبت السمسم بالمية، وبعدين هبدأ ان انا افرد العجينة رول طويل، وهبدأ ان انا اقطعها قطع متساوية علشان اشكلها واعملها البقسماط. قطعت كل العجينة بنفس الشكل، وهبدأ ان انا الم العجين كله لجوه كده علشان يديني شكل كورة متساوية. وبنفس الطريقة هلم العجينة كده، اطبقها لجوه كده والفها زي الكورة. حابة تلفيها على ايدك بنفس الشكل برضو سهلة. لو عايزة ان انتي تلفيها على الرخامة كده برضو هتبقى سهلة معاكي، وهتعمل معاكي كمية كبيرة بسرعة. الطريقة سهلة وجميلة قوي، وهتعملك كمية كبيرة من البقسماط. وطبعا ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. خلصت كل كمية العجين، هبدأ ان انا اغطيها علشان ما تنشفش معايا. وهاخد اول عجينة بدأت بيها، وهبدأ ان انا افردها رول طويل ويكون رفيع كده زي شكل البقسماط بالظبط. بتتفرد معاكي بطريقة سهلة قوي من غير مجهود طبعا. بعد ما فردت العجينة رول رفيع، هبدأ ان انا اقطعها من النص علشان تاخد شكل البقسماط بالظبط اللي احنا بنجيبه. وهضيفها للسمسم من جنب واحد بنفس الطريقة علشان يديني نفس الشكل. وهنا بوريكم في واحدة كمان ضفتها للسمسم وحطيتها في الصاج بتاعي. انا هنا كان عندي الصينية بتاعتي ستانلس، فبصراحة مرضتش ان انا اضيفها على طول كده في الفرن
فضفت عليها الفويل علشان خاطر ما تتحرقش مني من الفرن. لو انت عندك صاج هتبدأي ان انت ترصي فيه العجينة بنفس الشكل ده كده بالظبط، وهياخد منك كمية برضو اكبر. بعد ما رصيت كل العجين بنفس الشكل هبدأ ان انا اغطيه بكيس كده وهسيبه لحد ما يخمر. لازم البقسماط ياخد وقته ان هو يخمر علشان يديني نتيجة كويسة ويطلع معايا مقرمش وجميل وهشش. هكمل بقية العجينة بنفس الشكل اللي هو الرول الرفيع شكل البقسماط بالظبط، وهقسمه من النص. هبدأ ان انا اضيف عليه السمسم بنفس الطريقة. هخلص كل الكمية. طبعا ادتني كمية كبيرة جدا، كوبايتين الدقيق، وعمل لي كمية جميلة اوي من البقسماط. هنا العجين بتاعي خمر وحجمه تضاعف، وطبعا هكون مسخنة الفرن وهبدأ ان انا اضيف في البقسماط. مش هياخد وقت كتير، حوالي 10 دقايق، وهوريكم البقسماط جميل بعد ما استوى، لونه جميل وشكل السمسم جميل قوي فيه، وهو طبعا لسه سخن. هسيبه لحد ما يبرد. وده تاني صاج انا عملته بنفس الطريقة، كان جميل جدا ومقرمش، وهسيبه لحد ما يبرد. وهنا هكون خلصت كل كمية البقسماط بطريقة سهلة وجميلة قوي وهتعجبكم كلكم، وطعمه كان جميل جدا. وبوريك ان هنا بصي البقسماط معايا مقرمش، اول ما خبطته البقسماط في بعض اتكسرت معايا. هوريكم في واحدة تانية، بص قلبها جميل وهاشش ازاي، بتتفرفت معايا بسرعة. طعمه جميل قوي وان شاء الله هيعجبكم كلكم، واستنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لديك رجاء يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين.